ايه اهم حاجة لازم تسأل عليها لما تاخد قرار ان انت تشتري بيت جديد؟ ما انت اكيد مش هتشتري حاجة وبعدين تقعد فيها مش مرتاح. تعال اقولك على اهم اسئلة تسألها المستشار العقاري بتاعك. اول حاجة لازم تختار اللوكيشن بتاعك، واحيانا لو انت بتشتري في مدينة جديدة بيبقى مش واضح قوي معالم اللوكيشن اللي انت بتشتري فيه، فبنمشي بشوية رولز بتسهل علينا اكتر ان احنا نعرف اللوكيشن ده قدام هيبقى مميز ولا لا. زي مثلا انت تبقى جنب طريق رئيسي ومهم، ده بيخليك توصل لكل حتة بسرعة ومن غير زحمة، وبيبقى دايما العمار جنب الطرق الرئيسية. حاجة تانية ان انت تشوف مين المطورين اللي واخدين جنبك، لو في مشاريع كبيرة ومطورين واسامي مهمة تبقى عارف ان المستقبل بتاع المنطقة دي حلو وان الاسعار في الطالع. تاني حاجة لما تيجي تشتري بتبص على ماستر بلان المشروع وبتحاول تختار يونت مميزة. دايما اسأل الكونسلتنت بتاعك انه يرشح لك يونت مميزة. يعني ايه؟ يعني تشوف مثلا هي بحري ولا ابني. احيانا هتلاقي الوحدات دي فرق السعر فيها مش كبير، خصوصا ان فرق السعر ده بنقسطه على 8 سنين او whatever احنا عدد السنين اللي احنا مختارينها مع بعض. واخر حاجة لازم تشوف العقد بتاعك وتسأل ايه الحاجات اللي في العقد اللي تضمن لك حقك وتخليك مطمن وانت بتشتري مع الشركة دي ملخص من الحاجات اللي لازم نبص عليها قبل ما نشتري. كلمونا واعرفوا تفاصيل اكتر عن مشاريع شركتنا.